والله بص بحلف لك بالله، يا دي يا دي يا دي في الامتحان خلاص. وقلتها السنه اللي فاتت واقسمت بالله، وقلت يا دي يا دي يا دي، وفي المراجعه النهائيه قلت لك دي ودخلت لقيتها بالنص خلاص. فوالله يا ابني دي في الامتحان، وده ان شاء الله ان شاء الله سؤال الامتحان 2026. واكتب عمر السخاوي قال، اكتب كده على الصفحه من فوق وانت بتذاكر، عمر السخاوي قال ان was made to المصدر او were made to المصدر. ان شاء الله ان شاء الله سؤال الامتحان في اليونت ده باذن الله. خلاص اكتبها كده وهقابلك في الاخر. طب يلا، السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اللهم صل على محمد صلاه يرفع بها قدرنا ويعلو بها شاننا وتحلو بها اقدارنا ويحقق بها املا. صل على النبي، وصل على النبي بقلبك وبلسانك كده عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا. وقول ورايا لا اله الا الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قول ورايا. طب احنا ان شاء الله النهارده فين؟ احنا ان شاء الله النهارده في يونت 9. طب باذن الله باذن الله اليونت ده انا هخرجك دلوقتي حافظه، وهخرجك من اليونت فاهمه، وهخرجك بكل التريكات. عمر بس انا عارف ان اليونت ده فيه حاجات كتير وفيه هنا. طب اصل يا عمر في تريكات، وبسمع ان في تريكات ومش عارف ايه برضه هنا. ما هو اصل سيبك بقى من الاصل وركز في الاصل اللي انا كاتبه لك ده، عشان ان شاء الله ده اللي هيخليك انك تقدر تحل باذن الله. طب انا جبت الساعه وعايز اقول لك على حاجه كده، ممكن ما كنتش خدت بالك بس بعرفك عشان انت حبيبي يعني. طب انت ايه الاخبار دلوقتي؟ وايه اخبار المذاكره؟ وايه اخبار الدراسه؟ وايه اخبار كل الكلام ده؟ انا يا عمر تايه، انا يا عمر حاسس ان انا مش عارف ايه، انا حاسس ان انا مقصر، انا حاسس ان انا وانا. طب انا عايز اقول لك حاجه واحده، ان ما بقاش في وقت تقول لي الكلام ده. بص معانا، انا بصالحك اهو، يعني انت لو اخويا وقاعد قدامي انا هقول لك نفس الكلام. ما بقاش في وقت ان انت تيجي تقول لي انا حاسس، ما تحسش في الفتره دي. ما بقاش في وقت تيجي تقول لي انا مش عارف، انا لو عملت كذا هيجيب نتيجه. ما بقاش في وقت انك تيجي وتقول لي كده. امال يا عمر ايه اللي المفروض تيجي وتقوله لي؟ تقول لي انا دلوقتي هبدا اعمل اللي عليا ايا كانت النتيجه. عمر طب هل انا لو عملت من دلوقتي او لو انا اشتغلت من دلوقتي هل اصلا انا هلاقي نتيجه؟ طبعا هنلاقي نتيجه. هاجي واقول لك بمثال صغير كده هقوله لك كل مره. انت دلوقتي بمستواك ده لو هتجيب 70% فذاكرت من دلوقتي جبت 80%، انت اولى، انت صح. فرقت معاك في كليه، فرقت معاك في حاجات كتيره جدا جدا جدا، فانت تكتسب الدرجات دي احسن. يبقى انت لو بدات لي من دلوقتي شهر 3 شهر، بص كل مره بقول لك انت قدامك قد ايه، يمكن تفهم ان لسه قدامك وقت. طب اصل انا بسمع ان اللي بدأ في شهر 3 وان يا حبيبي انت سيبك كل واحد ليه قصته. عايزك تلمع انت بقصتك، انت بقصتك كده، وانت ولا حد مر بظروفك ولا حد مر باللي انت مريت بيه. كل واحد وليه ظروفه وليه وضعه وليه كل حاجه. خلاص بس اللي انا اقدر اقوله لك ان انت ربنا مديك كل حاجه. ده اللي انا اقدر اقوله لك، انت ربنا مديك كل حاجه. فان انت ما تستغلش وقتك وما تستغلش النت اللي عندك وما تستغلش نظرك وما تستغلش ايدك وما تستغلش صحتك وما تستغلش الهدوء اللي انت فيه وما تستغلش مامتك وباباك ان هم موفرين لك كل حاجه، انت كده اللي مقصر. طب التقصير ده نهايته ايه؟ نهايته وحشه قوي. فعشان كده بقول لك ابدا فوق، ابدا من دلوقتي فوق، ابدا افهم ان انا خلاص انا كنت بلعب. طب فتره اللعب دي خلصت، ابدا جد. طب اصل انا حسيت ان انا لعبت كتير، ابدا جد. اصل انا حسيت ان انا لو بدات جد من دلوقتي مش هيحصل حاجه في الاخر، هيحصل. طب ويا عمر هو انت عرفت منين؟ لان انا كنت مكانك، والسنه اللي فاتت واللي قبلها كان معايا طلبه في مكانك، فانا شفت يعني ايه. انا باصص كده على الرؤيه من فوق، شايف الموضوع من فوق، انت في الموضوع نفسه فانت مش عارف حاجه. انما انا بقول لك ان شاء الله بعد ما السنه ما تخلص هتيجي تقول لي عمر بص كان كلامك صح الحمد لله، وساعتها انا اقول لك الحمد لله انك سمعت كلامي. ساعتها انا هاجي واقول لك كده ليه؟ لان زي ما بقول لك انا اللي باصص. لو جيت انت تطلع كده من فوق وتبص على الموضوع هتلاقي نفسك انك بص انا لو بدات دلوقتي هخلص المواد، هبدا الم المتراكم، هبدا احل الكتب. طب ما انا في المراجعات النهائيه المدرسين هتراجع لي، هبدا الاقي نفسي خلاص بدات افهم الماده وافهم واحل من كذا مصدر. بدات المدرسين تراجع لي، بدات احل شوامل، بدات احل امتحانات في الاخر. انا داخل الماده انا متاكد ان انا داخل اقفل. عمر الكلام ده من امتى؟ من دلوقتي. اخر مثال وهبدا ماشي. اللي بدا من اول السنه هو ناسي كل حاجه دلوقتي، كل حاجه. بص انا عارف انا بقول ايه. هات لي كده اللي بدا من اول السنه وقعده قدامك وقول له يلا افتح لي اول درس. بص اول درس هو اللي هو الطياره مثلا في الفيزياء، الطياره ومش عارف ايه في الفيزياء ماشي عشان قلت بس ماشي. وقعده كده وقول له يلا هات لي السؤال ده وابدا حله لي. لو حله لك او افتكره وحله ازاي تعالى قول لي انت ما بتفهمش حاجه.
مفيش حد دلوقتي فاكر اي حاجه، هيفتكروا امتى؟ في المراجعات. انت بقى ده بص، ده اللي مطالب منك، لم اللي هتقدر تلمه دلوقتي، وانت في المراجعات ابدا شد جامد وورس على نفسك، هتلاقي نفسك انك انت زي اللي بدأ من اول السنه. ليه؟ لان انا لو جيت سالتكم انتوا الاثنين، هات كده اسالك مثلا، او اسالك اللي بدأ يونت 1 معايا خلاص، وهبدا ان انا اساله، فاللي بدأ يونت 1 بص احنا بقالنا قد ايه؟ بقالنا شهور، مش هيفتكر. وانا لو جيت سالتك انت مش مذاكر يونت 1 مش هتفتكر. طب تعالى ان شاء الله دلوقتي في الخطه اللي احنا عاملينها وراجعنا خلاص يونت 1، ما انا لو سالتك انت هتجاوب، ولو سالته هو هيجاوب، هو هيفرق عنك حاجات بسيطه انت تقدر تلم الحاجات دي في المراجعه النهائيه. اهو يا عمر خلاص اهو، انا لو بدات دلوقتي ولا بكدب عليك ولا بحفزك ولا بقول لك مش عارف ايه، يعني كمان شويه هاجي اقول لك مش بايدي، يعني انا خلاص دلوقتي براجع المنهج، قدام شويه خلاص ما يعني مفيش حاجه بايدي اقدر اقدمها لك، فهتيجي تسالني اقول لك انا مش عارف، فاهمني؟ فبس انا دلوقتي بقول لك ابدا، خلاص ابدا دلوقتي. عمر انا بسمع كلمه ابدا دي كتير، ابدا اعمل ايه؟ ابدا ذاكر، وابدا قلل نومك، وابدا ابعد عن التليفون بس، وقرب. بص علاقتك بربنا دي انا مش هكلمك فيها، بس يا ابني كفايه ان علاقتك بربنا دي اقسم لك بالله هي سبب توفيقك في اي حاجه. خلاص انت عارف الموضوع ده، انت خلاص بقى انت مش صغير ايه، خلاص. بس اللي انا بقوله لك، انا انصحك بثلاث حاجات: ذاكر طول الوقت، قلل نوم، ابعد عن التليفون. الثلاث حاجات دول طبعا علاقتك مع ربنا دي مفروغ منها، ما ينفعش اصلا ان انا اكلمك فيها، بس اعمل الثلاث حاجات دول الفتره الجايه، تلاقي نفسك انك بتخلص وبتخلص كتاب، بتخش على كتاب، بتخلص محاضره بتخش على محاضره. اصل انا يا عمر بقعد في المحاضره 10 ساعات عشان حاطط التليفون جنبك وانت بتذاكر المحاضره دي. يا ابني انا عارف انا بقول لك ايه، وانت قاعد بتسمعني دلوقتي لو انت بتتفرج على المحاضره دي على اليوتيوب، فانت قبل ما المحاضره دي ما تظهر لك انت كنت بتسكرول في اللاشيء ولقيت المحاضره دخلتها، او ان انا نبهتك فدخلت، المهم ان انت كنت ماسك التليفون. طب بعد ما المحاضره دي ما تخلص لو ما سمعتش كلامي هتروح تمسك التليفون. هنا بقى يا ابني بيبان الفرق، هنا بقى ربنا بيبدا ينظر ليكم، ده عمل اللي عليه ليه توفيق، ده ما عملش اللي عليه خلاص. طب يا عمر ابدا امتى؟ او ان انا ما بداتش من الاول، ما بتتحسبش كده، وكلمتك في النقطه دي كتير. فكل اللي انا هقدر اقوله لك ابدا يا ابني واستعين بالله، ان شاء الله ان شاء الله والله ربنا هيكرمك. قول ورايا: لا اله الا الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وتعالى بص يا سيدي، احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي في يونت 9. يلا بقى فوق معايا كده واصحى معايا. قبل ما ابدا انا بقول لك اهو، احنا عاملين خطه 20 يوم والجدول موجود في جروب التليجرام، فانت لو مش في جروب التليجرام فانت فايتك كتير قوي. الجروب هتلاقيني سايبه لك، الجروب مش معاك كلم رقم التيم اللي انت اتواصلت معاه قول له انا محتاج الجروب، خلصت. طب ايه يا عمر الخطه دي؟ الخطه دي احنا بنراجع فيها المنهج من الاول، عشان لو انت ما تعرفش، بس المنهج بطريقه انت اول مره هتشوفها، منهج بطريقه انت بتخش بص بتحضر المحاضره، بتطلع من المحاضره بتلاقي نفسك انك بتقدر تحل. طب والكلمات بنراجعها من الاول تاني من بدايه يونت 1، وهنقعد نحفظ الكلمات من الاول. طب يا عمر القطعه هعلمك 3 طرق تحل بيهم اي قطعه تقابلك ان شاء الله. طب اصل يا عمر السكيلز محاضره واحده هلم لك فيها السكيلز وهنحل عليهم 100 سؤال، خلصت. ان شاء الله ان شاء الله الجدول ده هيخلص انت مخلص المنهج بالكامل. انا بس مش هقعد اكلمك في المنهج في الخطه دي كتير يعني، بس يعني انا هوريك زمايلك باذن الله بعد ما ال 20 يوم يخلصوا ايه اللي هيحصل باذن الله. خلاص فانت لو عايز تنضم هتلاقيني سايب لك رقم التيم، خش تواصل معاه هيفتح لك المنصه، والمنصه ناقص لها 300 طالب بفضل الله الحمد لله المنصه اكتملت. انت لو مش كلام، انت لو دخلت على المنصه هتلاقيه بيقول لك خلاص فاضل 300 طالب. طب استعن بالله وصلي على النبي ويلا بينا. احنا في يونت 9. يونت 9 ده هنركز فيه انا وانت دلوقتي، وانا هخليه لك كده من ابسط اليونيتات. ازاي؟ دي بتاعتنا. طب يلا، هو يونت 9 ده يا عمر كان بيتكلم عن ايه؟ قال لك الخلاصه اهو، هو في عندي فيربس بتاخد فيرب بلس اي ان جي ماشي، وعندي افعال ثانيه بتاخد تو المصدر ماشي، وعندي افعال بتاخد المصدر. بس ايه يا عمر اللي انا محتاج اعرفه؟ انا محتاج اعرف الافعال اللي بتاخد فيرب بلس اي ان جي، والافعال اللي بتاخد تو المصدر، والافعال اللي بتاخد المصدر. اقف وثواني، هل يا عمر كل الافعال اللي موجوده في الكتاب مهمه؟ لا. طب هل يا عمر كل الافعال اللي بتتشرح مهمه؟ لا. امال يا عمر ايه المهم؟ اللي انا كاتبه لك. طب عمر معلش يعني دول بس اللي انا اقعد واحفظهم؟ طب انا كده كده هقرا لك من الكتاب، بس هل انا كان يصح ان انا افتح المحاضره واقعد اقرا لك من الكتاب وانت ما بتعرفش تقرا؟ ما انت هتعرف تقرا. فانا هراجع لك دلوقتي، او انا هشرح لك دلوقتي، وهراجع لك مره من الكتاب، وهراجع لك مره ثانيه شرح بايدي مره كمان. ليه؟ عشان المعلومه تثبت. بس يا عمر ده تحدي مني ليه؟ المعلومه هتثبت لك دلوقتي من اول مره. فورقه وقلم واكتب ورايا، ورقه وقلم واكتب ورايا، وهوريك بعد ما تطلع من المحاضره ان شاء الله مستواك هيكون عامل ازاي. صلي على النبي وركز معايا. اول حاجه احنا هننقسم دلوقتي لجزئين.
يلا هنبدا. اول حاجه هنعمل ايه؟ هننقسم لجزئين. فانت في السكتش اللي انت بتكتب فيه هتقوم قاسم الصفحه نصين، ماشي، او تقسمها يعني ايه كده وتقسم وتكمل تحت. طب قال لك في اول جزء احنا هنبدا من هنا. اول جزء الافعال يا عمر اللي بتاخد فيرب بلس اي ان جي. الافعال اللي ايه؟ بتاخد فيرب بلس اي ان جي. ايه هم يا عمر؟ عملناهم في اغنيه. عمر انا الاغاني دي زهقت منها. طب احفظ الاغنيه دي لان دي اللي فيها اهم الكلمات، وانت بتحل هتشوف ان شاء الله. طب ايه هي يا عمر الاغنيه؟ في واحد اسمه خاطر. ايه؟ في واحد اسمه خاطر، يبقى خاطر ده هو اللي عمل لنا الاغنيه، ماشي. في واحد اسمه خاطر يتخيل يقترح. في واحد اسمه خاطر يتخيل يقترح انه يذهب للتدريب، بيقضي فيه ساعتين، يستمتع بالساعتين، بيكره الاصابات، يتجنب الاصابات، ياتي اليه الحاكم يطلب ضربة جزاء فينكر ويمانع، في الاخر يعترف وانتهت المباراة. في واحد اسمه خاطر يتخيل يقترح انه يذهب للتدريب، يقضي فيه ساعتين، بيكره الاصابات، يتجنب الاصابات، ياتي اليه الحاكم يطلب ضربة جزاء فينكر ويمانع، في الاخر يعترف وانتهت المباراة. طب امشي معايا واحدة واحدة. يلا. في واحد اسمه خاطر. خاطر يا عمر دي معناها ايه؟ ريسك، ماشي. يبقى خاطر معناها ريسك، يخاطر بحياته، شخص بيخاطر اسمها ريسك. طب يتخيل imagine، ماشي، شخص بيتخيل imagine. يقترح suggest، يبقى في واحد اسمه خاطر يتخيل يقترح. في واحد اسمه خاطر وهو قاعد تخيل بعدها قام اقترح ان هو يذهب للتدريب، ماشي. يبقى في واحد اسمه خاطر يتخيل يقترح انه يذهب يعني جو، يذهب للتدريب. تدريب معناها براكتس. يبقى في واحد اسمه خاطر يتخيل يقترح انه يذهب للتدريب، ماشي. قال لك بيقضي في التدريب ده ساعتين، بيقضي فيه ساعتين. يقضي معناها spend، يقضي فيه ساعتين. بص هتكتب هنا كده اهو، يستمتع enjoy. يلا يبقى يقضي فيه ساعتين، يستمتع بالساعتين، يكره يا عمر قلنا ان هي، تعال ثواني، يكره dislike او hate، يا dislike يا hate. بيكره الاصابات، يتجنب avoid يا عمر، ماشي، يتجنب الاصابات. ياتي معناها come، ياتي اليه الحاكم يطلب demand، يطلب ضرب الجزاء. فينكر معناها deny، ينكر، ويمانع معناها mind، في الاخر يعترف admit، وانتهت المباراة، انتهت finish. يلا قولهم معايا تاني وتالت ورابع. في واحد اسمه خاطر يعني ريسك. في واحد اسمه خاطر يتخيل imagine، يقترح suggest انه يذهب يعني go للتدريب براكتس، يقضي spend في ساعتين، يستمتع enjoy بالساعتين، بيكره dislike او hate، بيكره الاصابات، يتجنب avoid، يتجنب الاصابات، ياتي come اليه الحكم، يطلب demand، يطلب ضربة جزاء، فينكر deny، ويمانع mind، في الاخر يعترف admit، وانتهت المباراة، انتهت finish. صعبة؟ لا. في واحد اسمه خاطر يتخيل يقترح انه يذهب للتدريب، بيقضي فيه ساعتين، يستمتع بالساعتين، بيكره الاصابات، يتجنب الاصابات، ياتي اليه الحاكم يطلب ضرب الجزاء، فينكر ويمانع، في الاخر يعترف، وانتهت المباراه. صعب اللي انا قلته دلوقتي؟ لا. طب الافعال يا عمر اللي انت قلتها دلوقتي دي، قال لك دي بتاخد فيرب بلس اي ان جي، ماشي. طب ممكن عشان خاطري تقول ورايا مره كمان مره. في واحد اسمه خاطر يتخيل يقترح انه يذهب للتدريب، يقضي فيه ساعتين، يستمتع بالساعتين، بيكره الاصابات، يتجنب الاصابات، ياتي اليه الحاكم يطلب ضربة جزاء، فينكر ويمانع، في الاخر يعترف، وانتهت المباراة. في واحد اسمه خاطر ريسك يتخيل imagine، يقترح suggest. في واحد اسمه خاطر يتخيل يقترح انه يذهب جو للتدريب براكتس، يذهب للتدريب، بيقضي spend في ساعتين، يستمتع enjoy بالساعتين، بيكره hate وديسلايك، بيكره الاصابات، يتجنب avoid، يتجنب الاصابات، ياتي اليه الحكم، ياتي come، يطلب ضربة جزاء، يطلب demand،
يطلب ضربة جزاء فينكر deny فينكر ويمانع mind في الآخر يعترف admit وانتهت المباراة finish. صعبة؟ لا، اكتب الأغنية دي واقعد احفظها واحفظ وزيد وعيد وزيد لحد ما إن شاء الله تحفظها. أول حاجة من اللي بتاخد فيرب بلس ing خلصت. خلاص يبقى أنت كده خلصت أول حاجة. تاني حاجة يلا بكل بساطة أهو. قال لك إن أنا عندي فانسي وانزيست consider وsuggest ومعاهم ريكومند بياخدوا فيرب ing أو ذات فاعل مصدر ذات فاعل شذو المصدر. what about how about فيرب ing. يبقى اي كلمه فيها about فيرب ing. عمر انا حسيت ان انا تهت، مفيش الكلام ده. يلا تعالى. قال لك ان انا عندي فانسي وانزيست consider وسجست ومعاهم ريكومند. عندي فانسي وانزيست فانسي وانزيست consider وسجست ومعاهم ريكومند. عندي فانسي وانزيست consider وسجست ومعاهم ريكومند. عندي فانسي وانزيست consider وسجست ومعاهم ريكومند بياخدوا فيرب ing او ذات فاعل مصدر او ذات فاعل شذو المصدر. طب لو قلت لك what about how about verb ing يبقى اي كلمه فيها about verb ing. في واحد اسمه خاطر يتخيل، احفظ معايا خلاص، احفظ معايا اليونت ده مهم فاحفظ معايا كده وخلي عندك صبر. في واحد اسمه خاطر يتخيل يقترح انه يذهب للتدريب بيقضي فيه ساعتين يستمتع الساعتين بيكره الاصابات يتجنب الاصابات ياتي اليه الحكم يطلب ضربة جزاء فينكر ويمانع في الاخر يعترف وانتهت المباراه. انا بقول لك اللي بالعربي لان بالانجليزي انت هتحفظه هتقدر تجيبه، بس احفظ القصه بالعربي الاول. طب عندك فانسي وانزيست ها كونسيدر وسجست ومعاهم ريكومند بياخدوا فيرب ing او ذات فاعل مصدر ذات فاعل شذو المصدر. what about how about فيرب ing يبقى اي كلمه فيها about فيرب ing. تاني حاجه خلصت. طب تالت حاجه ايه يا عمر؟ قال لك ان انت عارف ان في كلمات او اي كلمه فيها تو بنحط المصدر. قال لك ما عدا شويه كلمات عمر كاتبها لك وهم كانوا كلمات كتيره جدا، دي اهم الكلمات. طب ايه هي يا عمر؟ قال لك انا عندي look forward to وobject to وبي او get used to وadmit to وعندي lead to وبrefer to وcontribute to وin addition to day to وbe busy to وbe worth to وobject to. الكلمات دي مالها يا عمر؟ قال لك الكلمات دي اكتبها عندك وانك مش اول ما تشوف تو بتجري تحط المصدر. قال لك لا، انا ممكن اشوف تو واحط فيرب بلس ing. انا اللي انا قلته دلوقتي قول لي ايه فيه صعب. طب عمر هو انا كده خلصت الحاجات اللي بتاخد ing؟ اقسم بالله. يعني انا يا عمر دلوقتي كده احفظ دول وان شاء الله هقدر احل، هتحل 90% من الاسئله باللي انا قلته لك دلوقتي ده. عمر طب مفيش، طب خش وجرب تحل وان شاء الله هتلاقي نفسك انك بتحل عادي جدا. طب بص يا سيدي، اخر مره نراجع عليهم ونكمل. في واحد اسمه خاطر يتخيل يقترح انه يذهب للتدريب بيقضي فيه ساعتين يستمتع بالساعتين بيكره الاصابات يتجنب الاصابات ياتي اليه الحكم يطلب ضربة جزاء فينكر ويمانع في الاخر يعترف وانتهت المباراه. عندك فانسي وانزيست ها كونسيدر وسجست ومعاهم ريكومند بياخدوا فيرب ing او لازم تعمل كده او ايوه كده ماشي، ذات فاعل مصدر ذات فاعل شذو المصدر. طب وات اباوت هاو اباوت، يعني انا لو لقيت كلمه وات اباوت عارف ان انا احط بعديها فيرب بلس ing. يبقى وات اباوت هاو اباوت فيرب ing يبقى اي كلمه فيها اباوت فيرب ing. خلصت. عرفت كده امتى اختار فيرب بلس ing؟ ايوه الحمد لله. تعالى يلا هنا لتو المصدر. قال لك حاجتين ايه هم؟ قال لك ان انا لو لقيت عندي كلمات المستقبل، هو زمن المستقبل اللي هو ويل والمصدر. قال لك انا لو لقيت عندي كلمات المستقبل انا بختار تو المصدر. عمر هعرف منين ان دي كلمه من كلمات المستقبل؟ احنا ما خدناش اليونت ده. بص يا سيدي، قال لك ان كلمات المستقبل حاجه لسه هتحصل. بلان، يعني ايه يا عمر بلان؟ بلان يا عمر يخطط. ما هو لما بيجي انت تخطط لحاجه بتخطط لحاجه هتحصل. يعني انا دلوقتي بخطط ان شاء الله، او انا بقول لك احنا عاملين خطه اهي، هي الخطه دي هتخلص امتى؟ لسه كمان 20 يوم. ما حاجه لسه هتخلص هي في المستقبل. ديسايد يقرر. هو انت لما بتيجي تقرر مش القرار ده انت لسه هتعمله؟
انا قررت ان انا هشرح المنهج كله في 20 يوم، ما انا لسه هعمل الحاجه دي، يبقى قرار لسه في المستقبل. بروميس، يوعد، انا بوعدك ان شاء الله انك هتجيب 60 من 60 بعد خطه ال 20 يوم. طب ما هو انا دلوقتي بوعدك بحاجه لسه هتحصل، يبقى في المستقبل. هو يامل، انا بتمنى ان انا اخش كليه الطب. طب ما هو انا بتمنى ان انا لسه في المستقبل. عندك في وانت، انا مثلا انا بريد مثلا يقول لك علي يريد مثلا لابتوب. طب هو علي عايز لابتوب، هو عايز لابتوب، يعني هو لسه ما جالوش، ده هو بيقول لك انا عاوز، يعني حاجه لسه هتحصل. عندك intend، ينوي، انا ان شاء الله هنوي ان انا من شهر 3 هبدا اذاكر جد، فحاجه هتحصل في المستقبل. عندك expect معناها يتوقع، لسه حاجه هتحصل. threaten معناها تهديد او بيهدد حد بحاجه هتحصل. manage، يدير شيء. عندك offer، يعرض. عندك agree معناها يوافق. طب الكلمات دي كلها اول ما تشوفها هتجري تحط تو المصدر. الكلمات دي اسمها كلمات ايه يا عمر؟ اسمها كلمات المستقبل. ماشي. قال لك وعندي 4 كلمات مهمين: يحتاج، يريد، يعلم ويتعلم. ها، يحتاج، يريد، يعلم ويتعلم. يحتاج، يريد، يعلم ويتعلم. قال لك يحتاج يعني need، يريد يعني want، يعلم يعني teach، يتعلم يعني learn. خلصت خلاص اقسم بالله. طب انا عمر لو دخلت دلوقتي جربت تحل هتلاقي نفسك انك بتقدر تحل، وانا بحل معاك هخليك تحل كل الاسئله باللي احنا بنقوله دلوقتي ده. طب ممكن عشان خاطر اخوك عمر تراجع معايا مره كمان؟ في واحد اسمه خاطر، ها، يتخيل، يقترح انه يذهب للتدريب، بيقضي فيه ساعتين، بيستمتع بالساعتين، ياتي اليه الحاكم يطلب ضرب الجزاء فينكر ويمانع، في الاخر يعترف وانتهت المباراه. طب عندك فانسي وانزيست، كونسيدر وسجست، ومعاهم ريكومند بياخدوا فيرب اي ان جي او ذات فاعل مصدر، ذات فاعل شذ المصدر. وات اباوت، هاو اباوت، فيرب اي ان جي. يبقى اي كلمه فيها اباوت فيرب اي ان جي. طبعا الكلمات دي انا كتبتها لك اهي. طب اعرف ان انا عندي كلمه كانت ستاند وكانت هيلب برضه بيجي معاهم فيرب بلس اي ان جي. اعرفهم بس كده، حطهم في دماغك. عمر قال لي بعد ما خلص الاغنيه في كلمتين اسمهم كانت ستاند وكانت هيلب. كانت ستاند فيرب بلس اي ان جي، كانت هيلب فيرب بلس اي ان جي بس اهو. طب هنا يا عمر قال لك كلمات المستقبل، كلمات المستقبل اللي لسه هتحصل بحط لها تو المصدر ببساطه اهو. يعني انا وانا بقرا الكلمه لو لقيتها لسه هتحصل بحط تو المصدر بس. يبقى انا هنا اهو بحط تو المصدر. يبقى لو الكلمه لسه هتحصل احط تو المصدر. طب لو الكلمه يا عمر حصلت، بص بنسبه كبيره، او لو الكلمه هتحصل دلوقتي، يعني مثلا اقول لك ادمت، اعترف. ادمت تاخد ايه؟ تاخد فيرب بلس اي ان جي. ليه؟ لان ادمت اعترف. هو لما بيجي يعترف مش بيعترف دلوقتي ولا لسه هيعترف؟ لا يا عمر ده اعترف. لما اجي مثلا اقول لك يتجنب، افويد، هو مثلا بيقول لك تجنب الاجابه على السؤال. هو في الموقف اهو واتسال له سؤال فهو تجنب السؤال، ما رضيش يجاوب على السؤال. طب ما هو الحاجه في الموقف اهي حصلت مش لسه هتحصل. يبقى لو الحاجه لسه هتحصل طول المصدر، الحاجه حصلت بحط فيرب بلس ان جي. تعال كده خلصت دي اهو. بص بقى، بص قال لك ان انا عندي افعال الحب وعندي 2 يبدا وواحده يستمر. افعال الحب و2 يبدا وواحده يستمر. بص هي التريكات اهي بتخلص. انا عندي افعال الحب اللي هي ايه؟ hate، love، like، adore، prefer. مالهم يا عمر دول؟ قال لك دول اسمهم يا عمر افعال الحب. ماشي. قال لك بقى مالهم افعال الحب دي؟ قال لك لا استنى، ما انا قلت لك عندي 2 يبدا وواحده يستمر. قال لك 2 يبدا start began، الاثنين دول معناهم يبدا. طب وكونتينيو يا عمر معناها يستمر. يبقى انا عندي 2 يبدا وواحده يستمر. عمر بالراحه، في كلمات اسمها افعال الحب اهي، وفي كلمات تاني انا بقولهم لك اهو، 2 يبدا وواحده يستمر. start began continue. ماشي. يبقى انا عندي افعال الحب وعندي يا عمر 2 يبدا وواحده يستمر. مالهم؟ قال لك اول ما تشوفهم هتحط يا اما فيرب بلس اي ان جي يا اما تو المصدر. الاثنين عمر بحط الاثنين مع ايه؟ افعال الحب. ماشي. وقال لك عندك 2 يبدا وواحده يستمر. 2 يبدا اللي هي start began continue. طب وافعال الحب يا عمر hate love like adore prefer. ماشي. قال لك انا بحط معاهم ايه؟ قال لك يا اما بتحط تو المصدر يا اما بتحط فيرب بلس اي ان جي. بس بص التريكه دي، قال لك ان افعال الحب
قبلها would بيجي بعديها تو المصدر بس. ثواني، يبقى انا لو لقيت عندي افعال الحب لقيت جه قبليها كلمه would، عارف ان انا هاجي احط تو المصدر. يبقى افعال الحب قبلها would يجي بعديها تو المصدر. طب افعال الحب من غير would اهو فيرب بلس اي ان جي او تو المصدر. تاني افعال الحب قبلها would بيجي بعديها تو المصدر. طب افعال الحب من غير would يتعامل عادي. طب تاني حاجه يا عمر في الكلمات اللي بتاخد تو المصدر، قال لك دي بس تريك. ايه هي؟ ان انا عندي افعال الحب وعندي 2 يبدا وواحده يستمر. مالهم؟ قال لك دول بياخدوا تو المصدر ماشي، قال لك بس برضه بياخدوا فيرب بلس اي ان جي. حلو قوي خلاص. طب قال لك بس في تريك. ايه هي؟ ان افعال الحب دي لو جه قبليها would بتحط بعديها تو المصدر بس. خلصت. ماشي. الكلام اللي انا بقوله صعب؟ لا. طب يعني شفت دي ما ردتش وشفت دي ما ردتش، اما تخش النار هتبدا تقول لي يا ريتني كنت ايه؟ يلا تعال. اللي انا قلت دلوقتي في حاجه صعبه؟ لا. خلاص احنا خلصنا اليونت. والله العظيم هو ده اليونت اللي بيقولوا عليه صعب. اصل يا عمر اليونت ده مش عارف ايه طب ذاكر اللي انا بقوله لك. طب ولما تخش الامتحان ان شاء الله وتطلع لو جه فكره او لو جه سؤال بره اللي انا كاتبه ده تعالى قول لي بص يا عمر انت قلت كذا 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 وما طلعتش ايه، ساعتها يا عم انا هجيب لك الدرجتين بتوع السؤال والدرجه بتاعت السؤال. عمر هتجيبها لي ازاي؟ انت مالك؟ انا هجيب لك الدرجتين. خلاص يلا تعال. طب عشان خاطري ممكن نراجع اخر مره. خلاص يلا. في واحد اسمه خاطر يتخيل يقترح انه يذهب للتدريب، بيقضي فيه ساعتين، يستمتع بالساعتين، بيكره الاصابات، يتجنب الاصابات، ياتي اليه الحاكم يطلب ضربه جزاء فينكر ويمانع، في الاخر يعترف وانتهت المباراه. وعمر قال لي ان بعد ما اقول الاغنيه ما انساش عندي حاجه اسمها كانت ستاند وكانت هيلب بياخدوا فيرب بلس ان جي. ماشي. طب وعندي فانسي وانزيست، ها كونسيدر وسجست، ها ومعاهم ريكومند بياخدوا فيرب اي ان جي او ذات فاعل مصدر، ذات فاعل شود والمصدر. طب وات اباوت هاو اباوت فيرب اي ان جي، يبقى اي كلمه فيها اباوت فيرب اي ان جي، والكلمات دي هنحفظها. طب قال لك هنا انا عندي الكلمات اللي بتاخد تو المصدر كلمات المستقبل وكتبتها لك، وقال لك عندي يحتاج يريد يعلم ويتعلم، يحتاج نيد يريد وانت يعلم تيتش يتعلم ليرن. الكلمات دي مالها؟ قال لك بتاخد تو المصدر بس. ماشي. طب قال لك في كلمات بتاخد تو المصدر وفيرب بلس ان جي زي ايه يا عمر؟ قال لك اهو تعالى. قال لك زي ان انا عندي هيت لاف لايك ادور بريفير. مالهم الكلمات دي؟ قال لك بتاخد تو المصدر او فيرب بلس ان جي. وقال لك عندي 2 يبدا واحده يستمر. 2 يبدا ستارت بيجين وعندك كونتينيو. الثلاث كلمات دول مالهم برضو؟ قال لك تو المصدر او فيرب بلس ان جي. بس قلت لك حاجه صغيره. ايه هي؟ ان افعال الحب قبلها كلمه وود بيجي بعديها تو المصدر بس. صعب اللي انا قلته؟ لا. طب الكلام بقى اللي احنا خدناه قبل كده. ماشي. طبعا دي احنا قلناها في درس الماضي التام ودرس الماضي البسيط وفي درس المضارع التام. ماشي يعني خلاص. اتس تايم ووش وايد راذر بدون فاعل. قلت لك اول 2 بنحط تو المصدر واخر واحده بنحط المصدر. اتس تايم وش ايد راذر. اتس تايم ابدا كده عشان تعرف ترتب. اتس تايم وش ايد راذر. والله بص بحلف لك بالله يا دي يا دي يا دي في الامتحان. خلاص. وقلتها السنه اللي فاتت واقسمت بالله وقلت يا دي يا دي يا دي، وفي المراجعه النهائيه قلت لك دي ودخلت لقيتها بالنص. خلاص. فوالله يا ابني دي في الامتحان، بس مش التركه دي، التركه بتاعت زمن الماضي التام. خلاص. اللي هو لو لقيت دور وبعديهم فاعل، لقيت الاثر مضارع معذره مضارع بتحط ماضي بسيط، لقيت الاثر ماضي بتحط ماضي تام، والكلام ده كله احنا كده كده بنراجعه في الخطه اللي احنا عاملينها والمحاضره اصلا خلاص نزلت. طب يلا. اتس تايم وش ايد راذر قال لك بدون فاعل. قال لك اتس تايم بنحط تو المصدر ماشي، ووش بنحط تو المصدر، وايد راذر بنحط المصدر. طب ما انا قلت لك اول 2 بنحط تو المصدر والاخيره بنحط المصدر. ماشي. دي صعبه؟ لا. طب allow اقسم لك بالله خدناها. عمر خدناها في درس ايه؟ او في يونت ايه؟ يونت الكوزيتيف يونت 5. ماشي. allow مفعول تو المصدر. allow بدون مفعول بنحط المصدر. allow لو لقيت بعدها مفعول، يعني مثلا بيقول لك هي بتنصح منى ان هي تنام بدري، بتنصح منى في مفعول احط تو المصدر. طب هي بتنصح بالنوم بدري، مفيش مفعول يعني مفيش حد بيتكلمه ومفيش حد بيتوجه له الكلام، احط فيرب بلس ان جي.
يبقى allow مفعول to المصدر. طب allow بدون مفعول بحط verb بلس ing. قول لي ايه الصعب؟ يلا اهو بص اهو بنبدا نفنش اهو. طب قال لك انا لو لقيت عندي مجهول، لو لقيت عندي صيغه المجهول، ايه هي يا عمر صيغه المجهول؟ حرام بقى، المبني للمجهول دايما نبدا بالمفعول وبنحط التصريف الثالث، خلاص الكلام ده قلناه. وقال لك في النص بنشرف بيه. قال لك هنا المجهول، ثواني، المجهول يا عمر اللي هو ايه؟ am is are في المضارع، was a were في الماضي، اي مستمر بنحط بين واي تام بنحط بين، وممكن الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده. طب انت هنا هتلاقي ايه؟ قال لك بص ان شاء الله ان شاء الله يا اما was يا اما were، وهتلاقي بعديهم كلمه made، وانت هتجري تحط to والمصدر. وده ان شاء الله سؤال الامتحان 2026. واكتب عمر السخاوي قال، اكتب كده على الصفحه من فوق وانت بتذاكر، عمر السخاوي قال ان was made to والمصدر او were made to والمصدر. ان شاء الله سؤال الامتحان في اليونت ده باذن الله. خلاص اكتبها كده وهقابلك في الاخر. طب يلا، يبقى انا يا عمر لو لقيت مجهول، عمر يعني ايه لو لقيت مجهول؟ اهو بص، يعني انا لو لقيت عندي am و is و are، او لو لقيت عندي was او were زائد made او forced او allowed، بحط بعديها يا عمر عندي to زائد المصدر. بس يبقى انا لو لقيت مجهول عمر، يعني ايه لو لقيت مجهول؟ am is are في المضارع، was a were في الماضي، اي كلمه من الخمسه اللي انا قلتهم دول ولقيت بعديهم اي كلمه من دول، اعرف انك هتحط to المصدر. ماشي، انا يا عمر قاعد دلوقتي في الامتحان وقاعد مركز في الامتحان كويس قوي، كلام جميل، وببص يا عمر بعيني كده وانا ببص لقيت am و is و are او was او were وجي بعديهم made او forced او allowed. اعمل ايه يا عمر؟ هتجري تحط تو المصدر. عمر يعني انا اول ما اشوف دي هجري احط تو المصدر واحفظها. احفظها اول ما تشوف التكوين ده حط تو المصدر. ماشي، خلصنا. اخر تريكه، دول سهلين قوي، اللي تحت دول سهلين قوي. اخر تريكه ودي هام. ماشي قبل بقى ما نبدا في اخر تريكه قول ورايا، اليونت بيخلص، اليونت بالكامل بيخلص. طب عمر اصل انا حاسس ان انا في كلمات فايتاني. طب انا قلت لك ده اهم حاجه في اليونت. طب اصل انا يا عمر الكلمات التانيه، ما هو انا بقول لك ما انا كده هقعد وهراجع لك مره كمان من الكتاب. مش انت عايز تقرا من الكتاب كل الافعال؟ هنقعد انا وانت ونقرا كل الافعال، مش خليك نفسك في حاجه. طب بعد ما اقرا يا عمر كل الافعال انا حاسس ان انا نسيت، هراجع لك مره كمان محاضره تانيه بس في وقت قليل. هنقعد نراجع كل الكلام اللي احنا قلناه من الاول تاني، برضو الكلام اللي موجود في الكتاب بس بطريقه مختلفه، لحد واشربك اليونت كده، خليك كده قشطه. طب في واحد اسمه خاطر ده يتخيل، يقترح انه يذهب للتدريب، بيقضي فيه ساعتين، بيستمتع بالساعتين، بيكره الاصابات، يتجنب الاصابات، ياتي اليه الحاكم يطلب ضربة جزاء فينكر ويمانع، في الاخر يعترف وانتهت المباراة. طب عندي فانسي وانزيست، لا ثواني، عندي كانت ستاند وكانت هيلب ياخدوا فيرب بلس ان جي، هتخليني انسى عمري. طب يلا الحمد لله يعني. يلا عندك فانسي وانزيست، كونسيدر وسجست، ومعاهم ريكومند بياخدوا فيرب اي ان جي او ذات فاعل مصدر، ذات فاعل شود والمصدر. طب وات اباوت هاو اباوت فيرب اي ان جي، يبقى اي كلمه فيها اباوت فيرب اي ان جي. طب يا عمر الكلمات اللي كانت بتاخد تو المصدر، عمر قال لي عندي كلمات المستقبل وكتبتها لك، وعندي يحتاج يريد يعلم ويتعلم، يحتاج نيد، يريد وانت، يعلم تيتش، يتعلم ليرن. ماشي، وقال لك انا عندي بعد كده افعال بتاخد الاثنين تو والمصدر وفيرب بلس ان جي. حلو، قال لك ان اللي بياخد تو والمصدر وان اللي بياخد فيرب بلس ان جي اللي انا هقولهم لك دول ايه هم يا عمر؟ افعال الحب. وايه تاني؟ اتنين يبدا وواحده يستمر. افعال الحب هيت، لاف، لايك، ادور، بريفير. طب ويا عمر الاثنين اللي يبدا واحده يستمر، اتنين يبدا ستارت بيجين، واحده يستمر كونتينيو. خلصت. قال لك دول مالهم؟ قال لك بياخدوا تو والمصدر او فيرب بلس ان جي، بس في تريك ايه هي؟ ان افعال الحب قبلها ودي بيجي بعديها تو والمصدر.
يبقى انا لو لقيت would like would love would hate would adore would prefer، عارف ان انا هحط الناحيه الثانيه to والمصدر، احط فيرب بلس ان جي ابقى احط to والمصدر. الحمد لله. طب بص، دي بتعمل مشاكل لناس كتيره قوي قوي. دي ايه هي؟ قال لك ان انا عندي ستوب معناها يتوقف، ماشي، وقال لك ان انا عندي تراي معناها يحاول، وقال لك ان انا عندي ريجريت معناها يندم، وقال لك ان انا عندي فورجيت معناها ينسى، وعندي ريمبر معناها يتذكر. تاني ستوب يتوقف، تراي يحاول، ريجريت يندم، طب فورجيت ينسى، ريمبر يتذكر. تاني ستوب او يوقف او يتوقف، ماشي، ستوب، تراي يحاول، ريجريت يندم، فورجيت ينسى، عندك ريمبر معناها يتذكر. مالهم دول يا عمر؟ قال لك بيجي معاهم الاثنين. عمر برضو ما هم من بدايه هنا اهو بيجي معاهم الاثنين. عمر ايوه، انت بقى حط فيرب بلس ان جي وانت حط تو المصدر. بص هتلاقي هنا بيقول لك ستوب بيقف عشان يعمل حاجه، او بيقف عشان يوقف الحاجه نهائيا، وريجريت بيندم ان هو عمل الشيء، وبيأسف ان هو كان هتقعد بقى ايه ماشي. طب بص الحدث تم حط فيرب ان جي، طب الحدث ما تمش حط تو المصدر. الحدث تم حط فيرب ان جي. يعني ايه يا عمر؟ يعني انا اقول لك هو انت نسيت الكتاب؟ فتقول لي انا نسيته. انت نسيت الكتاب؟ يعني انت فعلا نسيت الكتاب والحدث تم؟ ايوه، احط فيرب ان جي. انت جبت الكتاب، او مثلا انت مثلا داخل في اجتماع فتقول ايه؟ انا مثلا انا كنت هنسى اجيب الكتاب بس انا جبته. انت نسيت تجيبه؟ انت جبته. انت نسيت ما نسيتش، يعني الحدث ما تمش. ايوه، يبقى بالتالي احط عندي تو المصدر. يبقى الحدث لو تم فيرب ان جي، الحدث ما تمش تو والمصدر. انا تذكرت ان انا مثلا الموتور، عشان انت لو سبت الموتور الحاجه مش بتصوت. بص انا تذكرت ان انا قفلت الموتور، خلاص يبقى انا دلوقتي تذكرت ان انا قفلت الموتور، فافتكرت. يعني انت بتقول لي هو انت قفلت الموتور، فبقول لك استنى انا تذكرت ان انا قفلته. طب يعني الحدث تم، احط فيرب ان جي. طب بص كده وانت تسالني انت قفلت الموتور، فانا بقول لك استنى انا تذكرت ان انا قفلته، بس انا هروح اشوفه هل الحدث تم ولا ما تمش. انت كده ما تذكرتش، لان انت عاوز تروح تتاكد، فانت ما اتاكدتش من حاجه، يعني انت ما تذكرتش، يعني الحاجه ما تمتش، يبقى حط تو المصدر. طب تعالى انا وانت هقول لك بس حاجه واحده، ايه هي؟ قال لك كلمه تراي دي ليها استثناء، بس كلمه تراي، بص انا ما بقولش حاجه صعبه، كلمه تراي مالها؟ قال لك تراي لو هو قال لك بيجرب او بيحاول حط فيرب ان جي. طب تراي يا عمر قال لك لو جت بمعنى يحاول مع بذل جهد، يعني هو بيحاول وعمال يبذل ويحاول بيحاول وفي مجهود بيعمله، قال لك بتحط تو المصدر. طب تيجي نحل على الكلام اللي احنا قلناه ده، صلي على النبي وركزوا معايا. بص يا سيدي بيقول لك هنا I remember watching a TV program. It was interesting. أنا تذكرت. هنمشي بقى أنا وأنت واحدة واحدة، يلا. هي يا عمر ريمبر مالها؟ قال لك بيجي وراها حاجة من الاتنين، يا إما فيرب ان جي يا إما تو المصدر. طب يلا، فيرب ان جي لو الحدث تم، تو المصدر لو الحدث ما تمش. طب هنا بيقول لك أنا تذكرت مشاهدة البرنامج. It was interesting. ده مهم. البرنامج اللي انا اتفرجت عليه مهم جدا. ده مهم. هو انت عرفت منين ان هو مهم؟ عشان اتفرجت عليه. يعني الحدث تم واتفرجت، حطيت ان جي بس. تاني I remember انا تذكرت مشاهدة البرنامج. It was interesting. ده كان جامد، كان مهم جدا. يا عمر يعني انا تذكرت ان انا اتفرجت، ما انا بقول لك ده كان مهم، يبقى انت اتفرجت يبقى اللي انت تذكرته عملته. ايوه، احط ان جي. بص كده I remember to phone my mother. انا تذكرت ان انا اكلم مامتي. هل انت كلمتها؟ بقول لك انا افتكرت او تذكرت ان انا اكلم مامتي. كلمتها فين؟ ما كلمتهاش. هل مثلا قالت لك طب هات لي حاجه وانت جاي؟ طب ما تتاخرش، طب اي حاجه؟
انت كلمتها؟ لا. بيقول لك انا تذكرت ان انا كلمت ماما. هل ده حصل؟ لا ما حصلش، يبقى تو المصدر. يقول لك انا هتذكر او ان انا بتذكر ان انا اكلم والدتي. حصل؟ لا، يبقى هحط تو المصدر. طب بص كده، I forgot بص adding milk. انا نسيت احط لبن. انت حطيت لبن؟ لا انا نسيت. يعني عملت الحاجه؟ ايوه انا نسيت، يبقى انا فعلا نسيت، فانا عملت الحاجه دي ان هو النسيان، يبقى انا عملت الفعل، انا نسيت احط لبن. ما دام نسيت فعلا يبقى احط اي ان جي. بص كده، I forget to bring my book. I am sorry. انا نسيت احضر كتابي. انا اسف. طب هل انت هنا احضرت الكتاب؟ بيقول لك I'm sorry انا اسف. انت جبت الكتاب؟ لا ما جبتوش، يبقى انت ما عملتش الحاجه، يبقى الحدث لم يتم. فهاجي احط تو المصدر. معلش انا حاسس ان دي لخبطتني. I forgot adding milk. انا نسيت احط لبن. خلاص خلصت. انا نسيت، انا فعلا الحدث تم ونسيت. ما كملكش اصلا ولا قالك اي حاجه زي دي، ما كملكش، هو ما كملش اهو. طب هنا بيقول لك I forget to bring my book. I'm sorry. انا نسيت ان احضر كتابي، فانا اسف. انت حضرت الكتاب ولا ما حضرتوش؟ انا ما احضرتوش، يعني الحدث ما تمش، الحدث لم يتم، احط تو المصدر. بص دي، why don't you try adding some sugar to taste better. واحده. بيقول لك ليه ما تحاولش انك تضيف سكر عشان الطعم يكون افضل. ماشي، انت دلوقتي المحاوله دي محتاجه منك مجهود ولا انت بتحاول؟ بيقول لك ليه ما تحاولش انك تحط سكر. هل خدت منك مجهود؟ لا، فحطيت اي ان جي، لان انا قلت لك لما يجرب او يحاول بحط اي ان جي. بص كده، the fireman trying to put out the fire. رجل المطافي او رجل الاطفاء، بص بيقول لك ايه، بيحاول ان هو يطفئ الحريقه، يطفي النار. هي مش رجاله المطافي دي بتبذل مجهود عشان تطفي النار؟ يعني حاجه هنا او بيحاول مع بذل مجهود. ايوه مع بذل جهد. ايوه، اجري احط يا عمر تو المصدر. بس يبقى لو الحدث تم بحط فيرب ان جي، الحدث لم يتم بحط عندي تو المصدر. طب هنتدرب عليها كتير وهنحل عليها كتير، بس انا بفهمك اهو ان دي الافكار، يعني ان انا عندي كده هي دي الافكار اللي موجوده عندي. طب اخر فكرتين، صلى على النبي وركز معايا. بص يا سيدي، قال لك ان انا عندي حاجه اسمها الافعال الناقصه. ايه هي الافعال الناقصه؟ خدناهم مليون مره. عندك شال، عندك شد، عندك كان، عندك كود، عندك ويل، وكمان وود بياخدوا المصدر. فاكر الكلام اللي انا كنت بقوله لك ده؟ وضيف معاهم كلمه ماست، ولو عايز بقى تضيف كمان اوت تو. ماشي، قال لك الكلام ده كله بياخد المصدر، بس يعني اول ما تشوف حاجه من دول اللي هي الافعال الناقصه اللي هي المودال فيربس تحط معاها المصدر. طب قال لك ان انا عندي هاف وميك وليت. يونت، كان يونت كام ده؟ هسيبك انت بقى تكتبها. جه بعديهم مفعول. يا ابني يونت، يا ابني الكوزيتيف السببيه يونت 5. ماشي، قال لك لو لقيت بعديهم مفعول، بص اهو ده الحسد بقى، المصدر. طب يبقى انا عندي هاف وميك وليت، لو لقيت بعديهم مفعول بجري احط المصدر. طب فاكر بقى اخواتهم جيت، allow، permit، force؟ فاكر دول كنا بنحط ايه؟ تو المصدر. لما يجي بعديهم مفعول بحط تو المصدر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله بفضل الله احنا كده خلصنا اليونت. واقعد احفظ بعد ما المحاضره دي ما تخلص، اقعد احفظ بس اللي انا قلته لك، وهتجرب تحل معايا، وان شاء الله هنلاقي نفسنا بنقدر نحل. عمر، الحل اللي احنا هنحله منين؟ من كتاب جيم وكتاب المعاصر. خلاص هنحل واوريك الكتابين واحنا بنحلهم باذن الله، بنحلهم بكل سهوله وبكل بساطه ان شاء الله. استعين بالله، اهم حاجه دي، اهم حاجه. اقعد احفظ الكلام اللي احنا قلناه ده واحده واحده كده. وادي الكلام اهو يا ابني، انت هات دي في حته وانا يا عم اسكت. ماشي، بس قدر بس التعب ده، اقسم لك بالله بتعب قوي عشان اقدر اعملها دي. ماليش في شغل الصعبانيات ولا لا في شغل خالص بقى، مش حتتي، ماليش علاقه خالص بالكلام ده. بس انا بقول لك المجهود، فهطلب منك طلب، اقدر المجهود اعمل ايه يعني يا عمر؟ ارمي لك ورده؟ ارمي لك حوت؟ لا، اقعد احفظ بس. ولو انت على اليوتيوب، لو انت ما اشتركتش تشترك، ولو ما عملتش لايك تعمل، وما لو كتبتليش اخويا عمر تكتب لي، ولو ما كتبتليش كلمه حلوه تكتب لي. احلف بالله ما انزل حاجه، احلف بالله. وانا لو حلفت بالله انا مش هحلف، بس انا بقول لك يعني ما تعصبنيش بقى يا عم. خلاص استعين بالله وابدا.
ولو محتاج اي حاجه ابعت على رقم التيم اللي انا هسيبه لك. انا هسيب لك 3 ارقام للتيم يا عم عشان الضغط. خلاص ابعت على ال3 ارقام. ابعت، مش هتبعت النبي افهمني صح او افهمني غلط، يعني المهم تفهمني. خلاص ابعت على الرقم اللي انا هسيبه لك، هسيب لك رقم. خلاص ابعت عليه، محتاج اي سؤال اي حاجه. الانضمام في المنصه، شوف بقى انت محتاج ايه، واحنا كلنا معاك وتحت امرك باذن الله. باذن الله اهم حاجه ربنا يكرمك ان شاء الله. ادي اليونت خلصناه الحمد لله. قول الحمد لله واقعد ذاكر واقعد احفظ ورقه وقلم واقعد اكتب ورايا واقعد يعيد وزيد ويعيد وزيد وحل. وهراجعه لك مره وهراجعه لك مره كمان. ليه؟ عشان يثبت. خلاص بس. اخر حاجه بقى ما تنساش انك تقول ورايا الاول لا اله الا الله الحمد لله والله اكبر سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. واخر حاجه ما تنساش انك تصلي على النبي. والله صوتي راح. باي. لو محتاج اي سؤال ابعت زي ما قلت لك. اقعد ذاكر يلا، ولا اقعد ذاكر، ها اقعد ذاكر ماشي. سلام عليكم.